الو. عامله ايه؟ الحمد لله. انتي اللي بتشربيه ده؟ جربي. دي ماتشا؟ اه دي طعمها زي النجيله، ليه كده؟ مش قوي يعني. ايه ده، انتي من امتى بتشربيها اصلا؟ كنت خارجه مع صحابي كده من فتره وبعدين كلهم طلبوها فقلت اجرب ومن ساعتها وانا بشربها. عجباكي؟ بتبلع. هي بتتبلع حرفيا. مش قادره لك خالص. ده ايه ده؟ ريمايندر بتاع كلاسي بلاتس، بس انا بجد مش قادره انزل النهارده. انتي من امتى بتتمرني؟ يعني بقالي شهر شهرين، لا شهرين. ده شبه الجيم صح؟ بصي هو سوفر هي لذيذه، مش زي الجيم، بس يعني بقعد اتمرمغ يمين وشمال كده واعمل حاجات غريبه، بس يعني قشطه. ده عرفتيه منين؟ يا بنتي انا مره واحده لقيت الناس كلها على تيك توك ليتس جو تو بيلاتس، سيشن البيلاتس بتاعتي، كلاس البيلاتس بتاعي، فقلت اجرب ومن ساعتها وانا محشوره. فكر ابقى اجي معاكي. تعالي والله هتتبسطي قوي. الاختصارات والماتشا والجورنالينج كلها مصطلحات جديدة علينا قوي كمصريين، دخلت علينا فجأة. شوية بيشوفوا ان هي عقدة الخواجة وانه حاجات اجانب قوي، شوية بيشوفوا ان هي حاجات شبابية احنا ملناش دعوة، شوية ناس شايفينها روشنة. بس تفتكروا الموضوع ممكن يبقى اعمق من كده؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من حلقتنا في برنامج على الكنبة. افرد يا باشا، افرد مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرد يا باشا. في دراسة اتعملت في شركة أغلفي في فبراير 2022 لقوا إنه 70% من جين زي شايفين إنه صحتهم النفسية هي أهم حاجة وأكتر حاجة محتاجين يحسنوها ويشتغلوا عليها. وده مش غريب لأنه الجيل بتاعنا جين زي من أكتر الأجيال اللي عدت بحاجات صعبة جدا، منها جوائح عالمية وكوارث طبيعية وأزمات اقتصادية، وده بيخليهم فعلا محتاجين يحسنوا نفسياتهم ويشتغلوا عليها. وده علشان كده بيخليهم يهتموا بالشركات اللي حاطه الصحة النفسية أولوية، وعلشان كده بقى لازم الشركات اللي عايزة تجذب جين زي يهتموا قوي بالجزء بتاع الصحة النفسية. في دراسة اتعملت في واي بالس لقوا إن 71% من جين زي بيتشدوا جدا للشركات اللي بتهتم بالصحة النفسية. ومش بس كلام، لأ، لازم يبقى اهتمام حقيقي وظاهر في إعلاناتهم، زي شركة رير بيوتي اللي بتهتم ان هي بانتظام اسبوعيا بتنزل بوست للتوعية عن الصحة النفسية. ومش بس كده، ده كمان اي كامبين ليهم بيبقى مهم جدا انه يبقى فيه جزء فيه بيركز على الصحة النفسية. ومن اهم عادات الجيل ده اللي انتشرت الفترة الاخيرة هي الكتابة اليومية او الجورنالينج. وده ليه؟ علشان هما بيحتاجوا يفرغوا الكلام اللي جواهم، وده نتيجة الضغوطات اللي بتبقى عليهم. في دراسة عملها عالم النفس دكتور كايلي نيلز في 2015 بتقول إنه الكتابة عن الصدمات بتساعد الشخص جدا في إنه يفهم اللي بيمر بيه ويستوعبه بشكل أحسن، وده لأنه بيكتب اللي جواه وبيعبر عنه بشكل كويس. في دراسة تانية عملها سميث في 2005 لقوا إن ده بيساعدهم جدا في حل مشاكلهم زي الاكتئاب والقلق، لأنه بيساعدهم يخرجوا الكلام اللي جواهم وكل الضغوطات. أهم الرياضات كمان اللي انتشرت ما بين جين زي هي البيلاتس، ودي رياضة بتهتم بتقوية الجسم من الداخل زي الجذع والتوازن، ودي رياضة هادية مش زي الجيم. والرياضة دي بتحتاج تركيز عالي جدا على التنفس والحركة. هي مش بس بتأثر على شكل الجسم من بره، لا كمان بتأثر على النفسية، وعلشان كده بيلجأ لها جين زي. أما بقى بالنسبة للماتشا فهي مشروب بيلجأ له أي كافيه عايز ياخد الترند. هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن شاي أخضر مطحون، ليه طعم مميز شوية بس مش بيعجب أغلب الناس يعني، وممكن يستخدم كبديل للقهوة عشان طبعا أضرارها. طب هل فعلا جين زي بيمارسوا الحاجات دي عشان يحسنوا من نفسيتهم بس؟ الحقيقة إنه لأ، الحقيقة إنه أغلب جين زي بيعملوا كده علشان الفومو اللي هو الفير اوف ميسنج اوت، انه في ناس حواليا كتير بيعملوا ده، طب ما اجرب انا كمان. وده زودوا جدا السوشيال ميديا اخر فتره، انه احنا شايفين ده وده بيعمل ريفيو عن ده فعايزين نجرب. والشعور ده الحقيقه انه ليه توابع تانية زي عدم الانتماء والشعور باننا اقل واننا
مش ملاحقين على اللي بيحصل حوالينا. الحقيقة ان الجري ورا الترند والفوم وكل ده مش في كل وقت بيكون صح ومش في كل وقت بيكون غلط. محتاجين نقف وقفة كده ونعرف ايه المفيد بالنسبة لنا، ايه اللي نقدر نعمله. مش كل حد فينا عنده المقدرة انه يجرب كل حاجة ويعمل كل حاجة. شوفوا المفيد، مش لازم نجري دايما ومش لازم برضو نبقى ورا دايما. شوفوا ايه في مقدرتكم ان انتوا تقدروا تعملوه وايه لا. ومين عارف، مش يمكن كمان 20 سنة تبقى الماتشة دي زي القهوة والشاي عند المصريين. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا الحلقة الجاية من برنامج على الكنبة.